ازيك يا جنة عاملة ايه؟ الحمد لله. انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله. عرفت اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي عند ضربوكي رزق. اللي جرى؟ يا لاه وده كانت مجزرة. يا نهار ابيض، ايه اللي جرى فيه؟ العيال ولاده، ده انا وقفت اتفرج من البلكونة. العيال ولادهم مسكوا السكاكين لبعض وقعدوا في الشارع يجروا ورا بعض. كنا لازم انا اموتك يا ابني وبهدلوا الدنيا. الله يرحمها امه. ده انت عارفه انا كنت عايزه ما كانش بيحصل ده انا كنت عايزه اجيب التليفون واصوره واعمله لايف. لا يا شيخ، عشان الناس تشوف. شوفوا بيقطعوا الارحام وبيعملوا ازاي في بعض، بيموتوا بعض يا بيه. ده مسكوا السكاكين بيجروا ورا بعض. هو الواحد يهون على اخوه. الله يرحمها امهم، لو عايشه ده كله ما كانش بس خلي بالك ضربوا وابوهم سايبهم. ابوهم سايب. عارفه بالشواتير قلت البنات هيجوا يا بنتي، اخواتهم يجوا بقى يبقوا حنينين على اخواتهم كده الواحده تقف قصاد اخوها وتحوشه. لا جايين يا بنتي يا جنه والعيل وقفوا في الشارع عماله ويك 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 ويصوتوا. اتعوروا الناس حشوهم واخواتهم عمالين تقولوا موتوا كل حقنا، موتوا مش راضي يدينا حقنا. هو ده ينفع يا بنتي؟ ده الواحد يدي نن عينيه لاخوه. هو ده ينفع؟ البنات دول كده اصلا لما يكسبهم البعد ده حاجه مقرفه. امهم لو عايشه كانت لمايهم منهم لله، منه لله. بتتكلموا على ايه يا وليه؟ على اولاد ضربوكي رزق. اللي مالهم يا بنت؟ ده اول امبارح يا بنتي يا سمر، انا واقفه في البلكونه لقيتهم بقى ايه عمالين يجروا ورا بعض بالسكاكين. صغيرين يا اختي كبار. ده الاثنين المتجوزين بيقول لك اخوهم الكبير كان حق العيال والبنات قلت هيجوا يحوشوا عن اخواتهم يسلكوا. عارفه وقفوا طنهم سلوى. العيال دي غلابه منه لله. يا سلوى يا ولاد استنوا بس عارفه عمك رزق ده انا برضو اسمع كده سامع ان هو ما كانش كويس. ما كانش كويس مع اخواته اصلا. يا ولاد اصبروا الله يرحمها امهم. استنوا بس استنوا بس. بتتكلموا على البنات وعلى الصبيان ولاد ابوكي رزق صح؟ أيوة. امهم ميته وهم قد ايه يا ولاد؟ صغيرين. ما حدش عرفهم الصح من الغلط. وابوهم فين؟ ده صاحب مرض يا ولاد. بتتكلموا ازاي؟ لا صاحب مرض بس ضربتهم مره واثنين وثلاثه واربعه. كان وحش مع اخواته اصلا. ماشي يا جماعه. اذا كان عمتهم ما كانتش بتكلم ابوه. ما هي ضربتهم العيال قليله الادب وبيسيبوا البيت وبيمشوا وضربتهم مره واثنين وثلاثه. لا ما حصلش. بس العيال دي ما حدش رباها يا ولاد. لا اذا كان عمتهم ما بتكلمش ابوه ما كانتش بتكلم ابوه. ماشي ابوهم صاحب مرض. تمام. امهم ماتت والعيال دي اصلا صغيره في عز ما كانوا عايزين حد يعلمهم الصح من الغلط. احنا كمان بدل ما نعلم العيال نحط عليهم. يعني بدل ما نعلم دول بنات برضو. البنات غلابه. كل شويه اسمع واحد يقول لك ده الحقوا ده بنت فلان مشت، الحقوا ده بنت ابوكي رزق طفشت. هو ما حدش علمهم. عمتهم عرفتهم مره واثنين وثلاثه وضربتهم. ما هي لو بنتها مش هتسيبها. وعمك رزق يعني انت لو عندك بنت مش كويسه او قليله الادب او بتطفش او ايه اللي انت هتعمليه؟ هموتها. غير لو انت يا سلوى يقول لك ملك مربي قال من عند ربنا. التربيه من عند ربنا. التربيه من عند ربنا. انت بنتك لو فيها العبر مش بنتك وهتحاجه عليها وتطبطبي وتفهمي مره واثنين و10 ومليون طول ما انت عايشه. بس لو تنطه في الغلط هدفنها بالحي. بصي انت برضو مش فاهمه قصدي. انا عندي 5 بس بالك اسمعيني بس انت بالك طويل معاهم للاخر. بنتك أيوة شفتي قلتي ايه بنتك؟ بس لو خلتها مصره على الغلط ماشي. احنا مش بنتكلم دلوقتي على غلط انت هتعمليه. انا بنتكلم في نقطه دلوقتي. هي عمتها عرفتها مره واثنين وثلاثه بعد كده قالت تولع بجاز وسخ. ما تسمعش لها اصلا. فاهمات ما بتسمعلهاش. لو بنتك بقى هتقول لها مره واثنين وبعدين تقولي و10 و20 لا ومليون بس العيال محترمه يا سما. بصوا بس ما يبقاش احنا والزمن على اي حد يتيم. لا طبعا ما يبقاش احنا والزمن عندنا كلمه حلوه نقولها لان دول بنات ودي شرف بنت لعمتها ولا خالتها ولا اي حد بيسال على العيال دي. العيال دي احنا نشفق عليهم. طب الجدعان اللي بيجروا ورا بعض مش حاجه بس هم عايزين. انا مش مع الجدعان في حاجه. بيقولوا الواد بيشرب بيشم. ماشي احنا عايزين حد نعمله من السمع. بيقولوا الواد بيشم. ده انا اعرف واحد بيقول واحد بايظ كده عشان بيشم عايز الجدعان كلها تشم زيه وخلى الواد شم. بصوا يا سلمى احنا بنسمع الناس بتقول والناس بتعد والناس بتعمل. مرزوق حط لابن عمك رزق اصلا في الشاي ومش شاربه بمزايب. لا هو بيقولوا غلط. لا ده حطوا له في الشاي. العيال بيبوظوا بعض يا ولاد. ياما عيال بتبقى مظلومه. انتوا ما حسوش بالظلم مره في حياتكم؟ حسيت ده كتير. ده انا حاجات كتير. ليه؟ انا برضو سامعاكي يا ام جمال بتقولي ايه كنت اصور واعمل. تصوري بتعملي ليه؟ عشان اوري الناس تتعظ. ماشي انت شفتي بعينيكي وخناقه وبتاع. ايه اللي ورا الخناقه؟ ده اهل ابوهم مبهدلينهم العيال يا ولاد. ده غلاب. اهل ابوهم مبهدلينهم يا عارفه يا سما عندك حق. انا اعرف واحده
طلعوا بهدلوا حاجاتها وبهدلوا شقتها وبهدلوا لها الحاجه وقعدوا يصوتوا ويقولوا هي اللي عملت كده. يعني في اهو بقى وهي ناس يا بتحس عيني بالظلم. وهي ما كانتش عارفه حاجه. احنا عرفنا الموضوع دي حاجة- حسبي حاجة بقى الله اهي. ونعم الوكيل. طيب. كان في اللي دي عمل حاجه كده احنا مش صح كل ولا حاجه غلط؟ نسمعها نصدقها. عندك مش حق. كل حاجه دول بنات ودول يتامى. بدل ما نقعد نتكلم يا ام جمال ونقول نصور ونعمل ودي تتفرج، خدوا العيال كده وطبطبوا عليهم، نكلمهم بالروح. حطوا نفسكم مكانهم. ما احنا ما ينفعش نكلم ابوهم الشباب. انا بتكلم على البنات، ابوهم صاحب مرض وعاجز وبيعمل على قد ما بيقدر، ابوهم هو غلبان. لسه هو عايش؟ كان وحش مع اه. اخواته، كان وحش ايه مع ده؟ هو اخواته عم ربنا الكرسي ده يعافيه. لسه عايش ايوه ولا ولاد مات بس يا ما ولاد؟ بيخرجش. لا عايش. صاحب ده أنا مرض. هسيبه ميت. لا عايش صاحب مرض بس صاحب مرض اكنه ميت بالظبط. نشفق على العيال ولا نشمت بقى؟ يعني لا لا بنشفق لا، عليه. يكمل والله وانا لا جايه شميتة. شايفه الناس ماسكه سيره العيال دي. اللهم لا شميت. هم العيال اللي جايبينه لنفسهم برضه برضه يعني ما بيشوفوش غلابة. ولاد غيرهم، نتعلم منهم الصح. مين نتعلم رباهم؟ ما بيغيروش. في عز ما كانوا صغيرين ومحتاجين حد يشوفوا يقول ولاد مين عماتهم ولاد عمامهم. مين عماتهم ربهم عشان يعرفوا الصح من كل واحد الغلط. بيقول يلا كل واحد بيقول ولادي. يلا كل ولادي. واحد. ففهمتي بقى؟ فهمتوا يعني فهمتوا قصدي؟ عندك حق بصراحه. عندك حق والله يا ام سعد. فما الواحد تظلموش ما حد. يظلمش حد صح. ما تظلموش حد. بصوا اللي بيقول كلمه في حق حد هيتنيه لا مش هيموت غير لما يشوفها في كما دنيته. تدين تدين. بس حطوا نفسكم كده مكانهم. لو لا قدر الله عمرنا انتهى وسيبنا عيالنا وهم صغيرين كده، مين اللي هيربيهم؟ يا عيني مين اللي هيعلم؟ خلينا لاولادنا. ممكن تزرعي الزرعه وتسيبيها وتقولي هتطلع لوحدها، لا. ولا تنيكي تراعي وتربي انت لحد ما عايزة تكبر. لازم تسقي. ممكن شهر 2 3 سنه. بس هي دي الفكره، ما تظلموش حد غير لما تكونوا وبعدين يعني- سمعت ما اتكلمش. بس. شوف خلاص بتكلم. طبعا يا جماعه شفتي زي ما الستوري. انتوا شفتوا واذكروا كده. محاسن مولاكم. طبعا يا جماعه كده الفيديو خلص. عايزين مجمل للموضوع النهارده، عايزين نقول لكم سمعت ما ترددش. شوف انت ما حطيتش نفسك في الموقف. هما بقوا كده ليه؟ الناس برضو اللي هي بتعمل الحاجه فصولات في الناس ويتنوهم يحقنوهم وفي الاخر يقولوا ده هما اللي وحشين. ما انت اللي قعدت تكبتني لحد ما طلعت فيا اسوأ ما فيا. يعني انت ما تطلبش مني ان انا ابقى كويسه وانت اصلا بتضغط عليا. برضو لو سمعنا حاجه ما نكررهاش. احنا ما شفناش. دي نقطه سلوى بتتكلم فيها. النقطه الثانيه بقى لما تكون عيله يتيمه او موقف مثلا او حاجه حصلت فعلا قدام الواحد او كده، لما يكونوا دول فعلا يتامى، بنات ويتامى، سواء كانوا مش كويسين مش محترمين. هنرجع لكلامنا تاني. مين هيبقى ستر وغطا على العيال دي؟ مين؟ عمتهم ان قالت النهارده عيب مش هتقول بكره، خالتهم لو قالت عيب مش هتقول بكره، امهم ماتت في عز ما كانوا فعلا محتاجين تربيه ورعايه. فاحنا كمان نيجي عليهم؟ يعني احنا لما انا لو جيت عليهم هيبقوا بايظين اكتر ما هم بايظين، هيبقوا مش محترمين اكتر ما هم مش محترمين. ولا كل واحد يكون عنده كلمه طيبه يقولها لا اما يسكت. هو ده رايي. لا تقولوا كلمه عدله في حق يعني امي كانت دايما تقول كده، ما تجوش على وليه، ما تجيبوش سيره وليه، لان الدنيا كده هتلف ومش هنموت غير لما نشوف الكلام ده في حياتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمه الطيبه صدقه. بس وما بنعملش حاجه في بعضنا. ولو شفتي اي حاجه استروا، عودوا نفسكم تستروا شويه. مش الجدع اللي يجري يقول للتاني الحق ده فلان قال ده فلان عاد ده فلان زاد. ده انت عارفه ما تصدقوش حد. بعد اذن سمر اللي انا مكتشفاه اليومين دول اللي الستات مش هي اللي بس، ده ما شاء الله بقت الرجاله كمان كله بيتكلم وكله بيقول. ايه ده؟ لا تعينوا الا الواحد. من رحم ربي، الا من رحم ربي. لا تاني حاجه لا تعينوا الواحد على البلاء والمصيبه اللي هو فيها، لا اما تسكتوا. الواحد اللي بيبقى عايش عيان ومريض وصاحب مرض ومش قادر يقوم عشان يجيب رزق عياله ومراته كمان ميته، ده تعينوه على اللي هو فيه. ده صاحب بلوى بمعنى اصح، ده عنده ابتلاء. ما تكملوش عليه، ما تكملوش على الغلبان قوي، ما تكملوش على الفقير قوي. ارحموا نفسكم شويه، ارحموا نفسكم شويه. الدنيا غلا، الناس مش لاقيه انها تفكر من كتر الغلا والهم اللي هم فيه. انتوا بتجيبوا وقت من يعني بتجيبوا وقت منين؟ وقت وطاقه. بتجيبوا الطاقه دي منين؟ اشغلوا نفسكم شويه. اجبروا الخاطر، جبر الخواطر. اشغلوا نفسكم، ربوا عيالكم بدل ما تتكلموا على عيال غيركم. ربوا عيالكم. اشغل نفسي بحياتي، ما اشغلش نفسي بغيري. بس لاني لو بصيت لنفسي لعيوبي وعيوب ولادي مش هفكر ان انا اتكلم اصلا على حد بره. لا وتاني حاجه كل واحد ياخد لفه كده على نفسه يشوف قبل ما العيب اللي يبص فيه في بيت غيره او في حال غيره.
خد لفه على نفسك الاول قبل ما تلفظ لفظ على ولاد فلان او ولاد علان او بنت اختي عملت او بنت اخويا عمل. انا ده رايي. انا لو اختي بتقول لي الحقي بنت اخوكي ولا اخويا بيقول لي بنت اخوكي، خد لفه على نفسك. خد لفه على نفسك الاول، ربوا عيالكم الاول عشان ما توصلوش للمرحله دي والنقطه دي. خد لفه على نفسك قبل ما تيجي وتتكلم على حد. البنات والاولاد اعرفوا ان مش الدنيا كلها، مش دايما الدنيا تكونوا مبسوطين فيها، لا اعرفوا ان في ناس لابهاتكم ولامهاتكم انتوا الواجهه بتاعتهم، انتوا الواجهه بتاعتهم، انتوا اللي تفرحوا اهاليكم. في ناس بيترصدوا، مش الاب بيكون كويس والام نفسهم يشوفوا حاجه وحشه في ولادهم، لان اكتر حاجه بتوجع في الدنيا هي وجع الابناء. هي وجع الابناء. فانتوا ما تدوش فرصه لحد ان هو يعاير ابوكم ولا يعاير امكم بيكم. ليه الدنيا وكده خلاص يعتبر احنا وصلنا لنهايه الفيديو. هي دي كانت الرساله اللي احنا بنوصلها. ارحموا شويه، ارحموا الناس اللي اهلها ميته، ارحموا الناس اللي امهم ما طلعتش وربتهم وعرفتهم الصح من الغلط. ارحموا اي كلمه تجرحهم او تجرح ابوهم العاجز اللي يعتبر زي الميت بالظبط. ارحموا نفسكم شويه. كلمه الحلوه لا تقولوا كلمه حلوه لا ما تتكلموش. والعكس، وارحموا برضو اللي ابهاتهم ميته وارحموا اللي ابهاتهم عايشه. ارحموا الضعفاء. ما نتكلمش اصلا. خد لفه على نفسك قبل ما تتكلم على غيرك. هو ده رايي. خد لفه على بيتك وعلى نفسك وبص في ورقتك قبل ما تبص في ورقه غيرك. الهي نفسك بكراستك بورقتك بمعنى اصح. ارحموا نفسكم شويه. كل واحد هيحاسب عن عمله، وربنا اما نيجي نقف قدامه انا مش هتحاسب على سمر قالت ايه، انا مش هتحاسب على جنات اتقالت ايه، انا مش هتحاسب على امي عملت ايه، مش هتحاسب على ابني عمل ايه، انا هتحاسب عليا، على لساني ده طلع وقال ايه، ايديا عملت ايه. بس هو ده اللي احنا هنتحاسب عليه. ربنا قال ارحموا الضعفاء. المقصود بالضعفاء المرأة واليتيم والمساكين والفقراء، نرحمهم. نرحم من في الارض من في السماء هيرحمنا. وشكرا ليكم، واستنونا فيديو جديد ان شاء الله، وحوار جديد وحاجات كتيره بتحصل في الحياه. ومفاجاه احنا عاملين لكم مفاجاه جامده تظهر قريب ان شاء الله. هي بخصوصي على فكره. استنونا. ممكن الفيديو بتاع سلوى ان شاء الله هينزل لكم قبل الفيديو ده، عشان لما تشوفوا ده اعرفوا ان الفيديو التاني ممكن ينزل قبل ده. استنونا في فيديو جديد واشوفكم على خير ودمتم بخير. مع السلامه. مع السلامه. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.